صحيح كنت عايز اقترح على ساعتك اقتراح كده بخصوص العمليات النوعيه اللي احنا بننفذها. خير يا نور. كنت بفكر يعني ان يبقى كل عمليه باسم شهيد. فكرة هايلة. مجموعه تنفذ عمليه نوعيه للسيطره على النفق. النفق ده طبعا مليان سلاح، والمدخل بتاعه من البيت ده. العناصر اللي موجودة عددهم مش كبير، لكن متدربين كويس جدا وموجودين في محيط البيت، غير مخزن المتفجرات والعبوات. تمام، وانا هطلع بقاطع الدعم. نور، عايز تسمي العملية على اسم مين؟ عماره، على اسم احمد عمر الله يرحمه. حاجة أخيرة، عايزين أبو عمار حي. احنا هنتحرك مدني يا اسلام، وهناخد ساتر. العربيات ملكي. هنتجمع عند كمين السدره وهنجهز ونتحرك من هناك. تمام. العمليه المره دي صعبه، والنبي ما تسقط حاجه زي كل مره. والله العظيم 3 عيب عليك، انا عمري سقطت حاجه. انت ما فيش مره ما بتسقطش حاجه، بس هو ربك اللي بيسترها معانا. طيب اديك بتقول اهو، يعني انا بركه. بركه مين يا عم؟ دي دعوه امك وامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البطايق والرخص. اتفضل. تعملوا ايه دلوقتي بعد الحظر؟ في جماعه اصحابنا عطلانين بس قدام بعد الكمين، فانا والعربيه اللي ورايا رايحين نساعدهم. لو في مشكله احنا ممكن ننزل نستأذن من قائد الكمين. طب ثانية واحدة. أنا إذنك يا فندم. في عربية لانوس فيها واحد اسمه نور. عايز يعدي وبيستأذن من حضرتك. طب يلا فتش العربية وخد إجراءاتك ودخلوا لي على طول. تمام يا فندم. افتح يا مؤمن. اركن هنا قدام. تمام يا فندم. حسب تعليمات سيادتك. نور. انت معاك سلاح يا ابني انت وهو؟ بصراحه سلاح كتير قوي. طب ما تقول كده من الاول. نقول وحشني يا وحش، وحشني يا وحش. عامل ايه يا درديري؟ وحشني. ازيك يا قائد؟ ايه؟ يلا يا اسلام زي ما قلت لك. تحت أمرك يا فندم. يلا نورت. اتفضل اتفضل. ده كان هيشد علينا الاجزاء اسلام ده. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.